السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الفل عليكم وصباح الأنوار. أخباركم إيه يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وفي أحسن أحوال. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنعمل أكلة النهاردة جميلة كده وحرشة وحلوة قوي، أكلة تفتح النفس. غدا النهاردة كده هنعمل رز وقراميط، رز أبيض وقراميط. القراميط لازم يتعمل مع رز أبيض. بجد أكلة جميلة جدا وطعمة وبنت ناس يعني، أنا من عشاقها بصراحة. طبعا أنا سلختها معكم في الفيديو اللي قبل كده، لكن كان لازم أوريها لكم كلها على بعضها علشان نبقى ماشيين مظبوطين، والطريق يكون يعني تكونوا فاهمين من الألف للياء، يعني الأكلة مظبوطة من الألف للياء. المقص كان تانم على فكرة وغلبني قوي عبال ما عملت القرميط دي بصراحة، عاوز يستني يعني. فزي ما قلت لكم انا وريت لكم تنظيفها قبل كده، فدلوقتي انا يعني ضفت الوصلة دي في الفيديو نفسه علشان خاطر تبقوا عارفين. اصلا اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح عارف الفيديو ده معمول ازاي، او القراميط دي معموله ازاي او مسلوخه ازاي. شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله. انا سلخت قرموط اهو، ما شاء الله ما شاء الله، رحمه اللهم بارك، جميله جدا وزي العسل. طيب دلوقتي بقى شفتوا طبعا سلخها وغسلتها بالليمون والدقيق والجنزبيل والملح والخل، ونقعتها شويه وبقت بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بقت جميله جدا. تمام كده، تمام كده. طيب دلوقتي بقى هنيجي نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى أقل حق قدره والمجد العظيم. طبعا أنا طالبة منكم كلكم تدعوا لي بالشفاء كده، ربنا يشفيني يا رب، اللهم امين. صراحة قلبي وجعني شوية قوي قوي، يعني قلبي وجعني قوي مش شوية يعني، لا شويتين تلاتة. فكلكم تدعوا لي بالشفاء كده، ربنا يشفيني ويشفي كل مرضى، اللهم امين يا رب. الفيديو ده متصور من قبل ما اتعب على فكرة، الفيديو متصور من قبل ما اتعب، يعني انا بسجله دلوقتي بعد ما تعبت الحمد لله يعني. طيب دلوقتي هنعمل ايه امول او يعني هنمشي ازاي برضه، هنمشي خطوه خطوه زي ما قلت لكم. ان احنا سلخنا القراميط وغسلناها، نقعناها وغسلناها ووضبناها بقى زي الفل. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ جبنا الزيت بتاعنا حطيناه على النار، وهنتبل القراميط في الدقيق وهنقليها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لحمتها حاجه عسل والله العظيم، جميله جدا. يعني انت لو قليتيها بالدقه والكمون والثوم والليمون والكزبره الناشفه تبقى حاجه جميلة، والشطه تبقى جميله جدا. ممكن تاكلها كده عادي متحمره كده عادي وخلاص، زي السمك المقلي. بس طبعا احنا لازم نحبها في الصينيه في الصلصه يعني. كتر مرسة البصل بتاعتها ونعملها في الصينيه في الفرن بطماطم. انا بحبها كده عن نفسي يعني، في ناس ممكن تعملها مقليه وتاكلها كده، لكن لا، هي القراميط معروف انها بتبقى بالصلصه وتتحط في الفرن كده، حاجه اللهم بارك، حاجه عسل يعني. طيب حطيت الزيت بتاع على النار وطبعا دلوقتي هنزلها في الدقيق، هلفها في الدقيق الاول وهسيبها على جنب شويه لما الزيت يسخن، وبعدين احمر. القراميط بتاكل جنب منها رز ابيض بس يا جماعه، مش بتاكل من جنب منها لا رز الوان صياديه ولا رز بشعريه ولا اي رز تاني، بتاكل جنب منها رز ابيض بس. طبعا انا عملت الرز بتاعي وحطيته ملحه ولقيت عليه وسبته بقى مع نفسه كده يستوي عبال ما جاز القراميط. نزلت بقى زي ما انتم شايفين كده بقى، طبعا احمرها اقليها الاول وبعدين اسبك لها تسبيك، لان البوتاجاز مش مساعدني بصراحه، فاحنا هنعمل حاجه براحتنا، احنا مش مستعجلين يعني، كله هيخلص وكله عاد ان شاء الله. متنسوش يا جماعه اول ما اشوف قناتي ياريت تشترك في القناه ويفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل منكم جديد بامر الله. متنسوش تحطوا اللايك، اهم حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك. اللايك يا جماعه بيرفع من مستوى الفيديو، بيخلي الفيديو يتشاف. يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك بتاعكم. وطبعا انا نسيت ان انا ارحب باخواتي وحبايبي داخل مصر وخارج مصر وفي جميع انحاء العالم. شرفتوني ونورتوني في قناتي الصغيره المتواضعه. ربنا يا رب يجعلكم كده دايما اخوات وحبايب
يا رب اللهم امين، وجعلنا دايما في الخير متعاونين، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين منظر القراميط شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، متحمرة تحمير عسل يعني، لحمتها كده لما اتحمرت اللهم بارك شكلها جميل جدا ويفتح النفس والله. تاكلها كده ما شاء الله. على رجي بنتي كانت واقفه تلقط ورايا تشد منها كده وانا بحمر يعني، كانت واقفه صباحها شغاله كده، شكلها بسم الله ما شاء الله دهبي كده وجميله، شكلها مغري. بتقولي ده ايه يا ماما؟ قلت لها دي فراخ، يعني نوجي كانت بتاكل فيها ومقتنعه انها فراخ. شكلها بمنظرها كده بقرمشتها بشكلها الجميل ده كان قناعها انها فراخ. سمعنا التكتكه اللي شغاله دي دلوقتي، التكتكه دي منا بنتي بتعمل لنا فشار. يعني الفشار ده على فكره الاكله الشتويه بتاعت بالليل كده، هي شتويه شتوي وصيفي يعني، بس المستحب فيها يعني في الشتاء. الناس بتاكل كتير، بتجوع كتير، حاجات من المسليات بتاعت بالليل دي الفشار. طبعا الخضار ما شاء الله كان جاي جميل كده وشكله يفتح النفس، شكله حلو قوي، كان جاي لسه طازه كده. فانا طبعا بنضفه واغسله وبلفه كده ايه في فوطة الخضار كده، واسيبها لغايه لما ينشف ويبقى جميل، واقوم راح حاطاه على ترابيزه السفره كده، اللي رايح واللي جاي بياكل منه كده من غير حاجه. الخاص يعني احنا واحنا قاعدين تلاقي كل واحد سبحان الله ماسك له خصايه وقاعد بيتسلى فيه، لا بنغمس بيها عيش ولا اي حاجه. الخاص كده يعني، الخاص تخصصه ان انت تاكليه وتقرقري فيه كده في الراحه وفي الجاي، لكن مش بنغمس بعيش ولا حاجه بصراحه يعني. والمستحب ده على فكره بالليل، بالليل اللي كان لابسه شبشب جديد بينور بتدب في الارض عشان توروني يعني. المستحب للخس بتاع الاكله بتاعت بالليل دي بناكل خس بقى، بغسلها كده واضفها زي ما انتم شايفين، كل خصايه بخصايه سليمه زي ما هي، وكل واحد فينا في الراحه وفي الجايه بياخد له خصايه كده يتسلى فيه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. منا عملت الفشار، تعالي يا منا ناكل فشار. ايوه جاي. ايوه عندك واحد فشار وواحد شاي. منا عملت لنا فشار وعملت لنا شاي. انا على فكره بحب الفشار المتحمر، عشان كده دايما اقول لها حمري شويه في ارضيه الحل. ازيكم يا المتحروق حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ ما تنسونوش بقى في التعليقات وفي اللايكات كده يعني، شجعونا شجعونا يا جماعه، ولا اجيب لكم لوجي بقى. وما تنسوش تعملوا اشتراك للوجي وتفروا لها الجرس يا جماعه، اهم حاجه تفروا لها الجرس، لان ماما والله العظيم تستاهل فرة الجرس دي. ماما تستاهل لايك، ماما تستاهل ماما تستاهل احلى لايك بصراحه. شايفين الرز بسم الله ما شاء الله. عشان ان شاء الله وصلنا من دي باذن الله. انا نسيت انا كنت رايحه اقول ايه. بشتغل في الرز الاشكال. الرز ما شاء الله مفرفر كده وجميل، ريحته عليه قدحه كويسه، وقلبته بسم الله ما شاء الله بقى جميل كده وشكله يفتح النفس. والله لو كلت من غير غموس جنبه بسم الله ما شاء الله يتاكل، لان وانا بقدح عليه كنت حاطط له معلقه سمنه كده، بعد ما الزيت اتقدح حطيت معلقه سمنه وقلبتها عليه ورحت رايحه قدحه الرز. تعالوا كلوا فشار معانا الاول. الفشار ده وهو سخن كده بالذات المتحمر اوي ده حاجه لا توصف يعني، ده مزاج والله. طيب كده خلاص احنا خلصنا الحمد لله، حمرنا القراميط وعملنا الرز. هتعمل ايه تاني يا اموله؟ جبت الصينيه بتاعتي اللي عامل فيها القراميط ونزلت عليها بشويه زيت، مش كتير، زيت مش كتير لان احنا قلينا القراميط اصلا يا جماعه، مش عايزين زيت كتير ولا حاجه. وهي ما شاء الله سمينه وجميله اللهم بارك يعني. جبت تقريبا 3 بصلات كبار، خرطتهم كده زي ما انتم شايفين. واول ما الزيت بتاعي سخن نزلت عليه بالبصل، ونزلت عليه ب4 فصوص توم مهروسين. تمام. اديت البصل تشويحه الاول، وبعد ما اديته تشويحه نزلت عليه بال4 فصوص توم بتوعي. ريحته بقى مش قادره اوصف لكم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، ريحته بقت جميله. ده يا اما اللي بتحطيه ده شبت وكزبره، شبت وكزبره فوق البصل والثوم. ادي لها تشويحه كده على النار، شايفين
والله لو عملتوه بالطريقه دي بصراحه مش هتشبعوا ومش هتبطلوا ان انتوا تعملوا القراميط كده. بصوا الريحه دي الوحيده اللهم بارك تجوع اللي في البيت، اللي يشم الريحه دي يجوع، يستنى صينيه القراميط بتاعتك دي لخروجها من الفرن. يعني من الاخر اول ما يشموا الريحه دي هيغسلوا بطنهم من شراها، واستنوا بقى الاكل بتاعك ده. واخدين بالكم ان يغسلوا بطنهم من شراها دي؟ يعني مقصدي والله ايه؟ العظيم والله العظيم لوجي كانت واكله القراميط ومفكره ان هي بتاكل فراخ بامانه بامانه والله العظيم يا جماعه، فعلا فعلا من كتر حلاوتها ما شاء الله. القراميط من غير الجلد وهي مسلوخه كده بجد بجد حاجه جميله جدا. اول مره اعملها على فكره كده، اول مره ان انا اعمل قراميط مسلوخه، اسلق جلدها، اشيل الجلد بتاعها واحمرها. اول مره اعملها بالطريقه دي، بس بسم الله ما شاء الله، ومش هبطل ان انا اعملها كده تاني. انما المرتة بتاعت القراميط دي هي دي اللي احنا بنعملها عمرنا، حاجه مش جديده على يعني. دي الاكله بتاعتنا من ايام زمان، يعني من اول ما وانا على الدنيا، واهالينا وامهاتنا واجدادنا يعني او جداتنا بيعملوها بنفس الطريقه دي. تنزلي بالزيت وتنزلي البصل عليه ياخد له تشويحتين، تنزلي بفصين توم حلوين فوق البصل وتشويحتين، وتروحي نازله بالشبت والكزبره بتاعك وبرده تشويحتين. خلاص كده الموضوع كله بدأ يغدل والريحه الجميله طلعت اللهم بارك. مش يتحمروا، لا الريحه يعني الحاجات بتاعتك خدلت كده وبدأت البصلة تحس ان بدأت تصفر، مش اصفرت، لا بدأت تصفر. والريحة كده اللهم بارك بقى. بصوا شايفين اللون؟ شايفين اللون؟ اللهم بارك، حاجة عسل بقى. الريحة تجنن، ريحة تحفة اقسم بالله، جايبة من اخر الشارع ما شاء الله تبارك الله. جميلة جميلة جدا تفتح النفس. رحت نازلة بقى شوية كمون على كزبرة، كمون على كزبرة، تمام، كزبرة ناشفة يعني، وكمون وملح وذرة سكر صغيرة عشان حموضة الطماطم، تمام، وشطة. ومحطش في اي حاجة تانية، كمون وكزبرة وشطة وملح وذرة ايوه وذرة ملح وذرة سكر او ربع معلقة سكر عشان حموضة الطماطم. تمام كده. خلاص هقلبهم بقى كويس واغطي عليهم. لا احط لهم بقى لوري ولا فلفل اسمر ولا الحاجات التانية دي، لا لا، هو القراميط عاوزة منك كمون، كزبرة، شطة، تمام، اصبري يا من، وملح وبس. وسيب الصلصة بتاعتك بقى تتسبك على النار. احنا كده خلاص خلصنا الرز بتاعنا، والتسبيكة خلاص بسم الله ما شاء الله خلصت اهي، شايفين شكلها؟ طيب تعرفي ازاي انها اتسبكت؟ بتلاقي المادة الدهنية بتاعتها طلعت على الوش، الصلصة بتاعتك نشفت والمادة الدهنية بتاعتك اللهم بارك طلعت على الوش. كده تمام، احنا ماشيين براحتنا خطوة بخطوة، مش مسرعين الفيديو ولا فيه اي سرعة ولا اي حاجة. خلاص نزلت عليهم بكوباية كبيرة كده من المية وهقلبها تاخد غلوة، واروح نازله بالقراميط بتاعتي عليه. هنزل بها ازاي بقى هتشوفوا دلوقتي. هاخد قيمه كرنبان في طبق، شايفين حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. انا كنت نفسي تشموا الريحه دي بجد، مش هتعملوا القراميط ولا بالطريقه العسل دي. طيب انا كده خدت كرنبان في طبق وشلتهم على جنب. هتعملي بهم ايه امل؟ هتشوفوا دلوقتي هعمل بهم ايه. همسك القراميط بتاعتي بعد ما اتحمرت وارصها في الصينيه كده اللهم بارك. شايفين لونها؟ قسما بالله شوفوا لونها تقولي ده فراخ بانيه جايه من كنتاكي كمان. شايفين شكلها ذهبي كده وجميل اللهم بارك يفتح النفس. شايفين اهي لونها جميل جدا، لونها تحفه ومقرمشه بقى. وبصوا رهيبه بصراحه رهيبه. لان أنا لما جيت اعملها في الدقيق بقيت الفها في الدقيق وانفضها قوي قوي قوي، ميبقاش فيها دقيق خالص عشان تبقى مقرمشه وحلوه. انما لما بتكون فيها دقيق كتير تبقى شاربه زيت ومش حلو. لا كده بسم الله ما شاء الله مقرمشه وجميله. طيب هعمل ايه باللي انا شلته على جنب دلوقتي؟ هاجي قطعة قطعة كده وهمسك الصلصة بتاعتي اللي انا خدتها دي، هغطي بيها كمية القراميط من فوق. يبقى في صلصة تحت وصلصة فوق والقراميط في النص، تمام كده. وهسيبها على البوتاجاز دقيقتين بالظبط عبال ما اولع الفرن وادخلها من الفرن بقى، وادخلها في الفرن تستوى بقى وتحمر من فوق وتبقى شكلها جميل كده ويفتح النفس. احنا بنحب ننشفها، ما نحبش ان يبقى فيها ميه كتير ولا كلام من ده، نحب نعملها ناشفه حلوه كده.
نحطها في الفرن تبقى ناشفه وحلوه وتحمر بقى كده وتبقى جميله، تاخدي منها وتغمسي بالرز بقى تبقى حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه عسل اهي. برضو زي ما انا وريتكم ان انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه في الفرن اهو. طبعا احنا مش هنطلعها كده، احنا لو هنطلعها كده اصلا مش هندخلها الفرن اساسا، يعني مش مستاهله. كنا اديناها غلو على البوتاجاز وخلاص، انما احنا عاوزينها تتحمر كويس قوي كمان، مش تتحمر تحمير عادي تحمير هايف، لا تتحمر تحمير كويس. في هوا والشمس عماله بتروح، وكنت مفكره الجو هيشتي، الحمد لله ربنا ستر وما شتتش. شايفين بدأت تحمر وش يحمر. هلف الصينيه. تسلمي يا قلبي، شكرا. دي شوكولاته لوجي جايبه لي شوكولاته. شايفين بقى شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتحمرت كده وبقت حاجه تحفه.